اما عن احداث الفيلم الرومانسيه نفسها، اتنين فلاحين بسطاء زينب وابراهيم بيحبوا بعض، لكن اهل زينب بيقرروا ان هم يجوزوها لواحد غني اللي هو حسن، والقصه بتروح للجانب التراجيدي اكتر لحد ما زينب بتموت في نهايه الفيلم على فراش المرض. يذكر ان قصه الفيلم نفسها اللي الفها الدكتور محمد حسين هيكل هي قصه حقيقيه وقعت فعلا في كفر غنام، واللي اتصور جزء كبير برضو من الفيلم فيها. والغريب في الفيلم ده ان لما محمد كريم راح عشان يعين اماكن التصوير ويشوف بيت زينب الامام اللي هي الشخصيه الحقيقيه اللي كتبت عنها الروايه، اكتشف ان دكتور هيكل نفسه كان بيحب زينب في الحقيقه. ومن ضمن المشاهد اللي ذكرها استاذ سعد الدين توفيق في كتابه اثناء تصوير مشهد موت زينب، كان الاب مش قادر يبكي ويمثل الدور بواقعيه زي ما محمد كريم شايفه، وكل ما كان يصور كان التصوير يقف بسبب الاداء الباهت، لحد ما محمد كريم طلب من علوية جميل تقف ورا الكاميرا، ولما يجي الاب قدام جثة بنته عشان يعمل دوره، علوية جميل تلطم على وشها وتقول يا بنتي يا حبيبتي يا قلب امك يا زينب، عشان الاب ينهار في البكاء قدام الكاميرا ويتم تصوير المشهد بنجاح تام.